سمر كانت بتغسل المواعين أول بأول وهي بتغني، وأنا كنت بزعق على صوت غناها. دخلت أوضة النوم، السرير مكركب، والهدوم اللي المفروض تتغسل ملت الركن. جيت ألبس قميص للشغل، لقيته مكرمش. افتكرت سمر وهي واقفة بليل، رغم تعبها مع البنت، بتكويلي قمصاني بالوحدة عشان أنزل الصبح باشا. مسكت القميص وحاولت أكويه، لزقت المكواه فيه وشاط. رميت المكواه في الأرض وأنا بزعق: يا ربه، هو مفيش حاجة ماشية صح في البيت ده ليه؟ نزلت الشغل وأنا قرفان من نفسي، ريحة لبسي مش زي زمان، وشكلي مجهد. قابلت صاحبي محمود على القهوة، بصلي بشفقة وقال: إيه يا جاسر، مالك؟ شكلك مبهدل كده ليه؟ طلقتها يا محمود، كنت بربيها، بس البيت باظ من غيرها. تربيها بالطلاق؟ يا صاحبي، البيت اللي بيتهد ما بيتبنيش بالسهولة دي. والرجولة مش إنك تكسر اللي معاك، الرجولة إنك تحتويه. كلامه نزل علي زي السم. رجعت البيت بليل، الدنيا ظلمة، مفيش صوت ضحكة بنتي وهي بتجري تستقبلني، ولا صوت سمر وهي بتقول: الحمد لله على سلامتك يا حبيبي، الأكل جاهز. قعدت في وسط الصالة المكركبة وطلعت تليفوني، دخلت على صفحتها على فيسبوك، لقيتها منزلة صورة لبنتي وهي بتضحك وكاتبة: بداية جديدة، والحمد لله على نعمة الأهل اللي بيسندوا بجد. النغزة اللي في قلبي زادت، هي بدأت بداية جديدة وأنا واقف مكاني في الخراب اللي عملته بإيدي. إخواتي اللي شجعوني قافلين بيوتهم عليهم وعايشين حياتهم، وأمي كل ما اشتكلها تقول لي: أصبر، بكرة تتعود. بس أنا مش عايز أتعود. أنا بدأت أحس إني كنت ملك في مملكة، ودلوقتي أنا مجرد واحد وحيد في بيت مهجور. مسكت التليفون وأنا قاعد وسط كومة الهدوم والمواعين، والبيت ريحته بقت تخنق. كنت محتاج حد يشيل معايا الشيلة دي. مش هم اللي زغرتوا، مش هم اللي قالوا ألف مبروك، يبقى هم اللي يحلوا. رنيت على عبير، أختي الأول، وصوتي كان مخنوق: عبير، أنا مش عارف أعيش في البيت ده.